ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وكلكم طيبين. انا ايزيس واهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده هقول لكم على الروتين اللي احنا هنمشي عليه من النهارده لحد العيد. امشوا على الروتين ده زي ما هقول لكم عليه بالظبط. عايزين تغيروا المنتجات وتعملوا الخطوات اوكي، بس انا جايه اقول لكم منتجات انا عارفه ان انتوا باذن الله في مده قليله هتشوفوا منها نتيجه. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، يلا بينا نبتدي. اول حاجه في الروتين بتاعنا طبعا وهي الغسول. مش هدقق معاكي في نوع الغسول، يعني ايا كان ايه اللي عندك استخدميه، مش محتاجه تشتري اي حاجه جديده. إيه السبب ان انا بقول كده؟ لان بكل بساطه الغسول هو كل نوع بشره ليها حاجه مختلفه. الغسول مش الحاجه اللي انا البشره هتستفيد منها على المدى البعيد. مش حاجه هشوف منها نتيجه، يعني المهم ان يكون الغسول بتاعي بيديني نضاره فوريه وخلاص وبينضف بشرتي كويس قوي. فاستخدمي الغسول اللي تحبيه، وانا هسيب لكم كل انواع الغسول اللي انا عملت عليها ريفيوز الفتره اللي فاتت. بس يعني لو انتوا محتاجين مني ترشيح ممكن تجيبوا بتاع دير لو انتوا بشرتكم دهنيه، وممكن تجيبوا بتاع ترنديفا لو انتوا بشرتكم ايا كان ايه نوعها بس محتاجينه اكتر عشان التصبغات. الغسول بندلك بيه بشرتنا لمده 60 ثانيه، وبعد كده بنغسل الوش عشان خاطر المواد الفعاله البشره تمتصها وتعرف انها تستفاد منها. الخطوات اللي جايه بقى هي اللي هنبداها مع بعض بعد ما بنغسل بشرتنا بالغسول، والخطوه دي طبعا بنعملها يوميا صبح وليل. في خطوه اكسترا هنعملها مره في الاسبوع او مرتين، وهي السكراب. عايزاكم تستخدموا السكراب بتاع ترنديفا، هو اصلا المكونات بتاعته كلها بتشتغل على التفتيح والتقشير. فالسكراب ده كويس جدا، استخدميه. يعني لو بشرتك دهنيه ممكن على فكره 3 مرات في الاسبوع، خصوصا ان احنا عايزين نوصل لنتيجه كويسه في فتره قليله. اي نوع بشره تاني استخدمي، هو كفايه من مره لمرتين بس. هو ما فيهوش اي حبيبات، هو معتمد على ان هو بتبلي وشك وبتبداي ان انت تفركي بيه، وبيتحول لجزيئات بتعمل تنعيم كده حرفيا للجلد مش طبيعي، وبيدي انتعاش غير عادي. فدي كده هتبقى اول خطوه. في نفس الايام اللي هتعملي فيها السكراب بتاعك، عايزاكي كمان تعملي خطوه وهي تستخدمي الكلاي ماسك بتاع بوبانا. انا بحبه قوي عشان خاطر هو مناسب لكل انواع البشره، سواء بشرتك جافه دهنيه مختلطه ايا كان. ده هيبقى كويس معاكي اللي هو الطحالب الحمراء اللي لونه احمر اكتر من الالوان التانية، لانه فعليا بيتارجت كل انواع البشره ومش بينشف، بس في نفس الوقت بيشيل الزيوت الزياده. ده بعد السكراب هنستخدمه مره واحده بس، ما تعملوش اكتر من كده، غير لو بشرتك دهنيه بتنزل زيوت قوي يعني ممكن تستخدميه مرتين. برضو خطوه من الحاجات اللي هنعملها مره واحده بس في الاسبوع من هنا لحد العيد، هاتوا الشيت ماسك بتاع ايفا بالذات، لان الكيس ده سعره 90 جنيه او 70 جنيه على حسب جايباه في خصومات او لا، والكيس فيه 3، يعني هيقعد معاكي من هنا لحد العيد. كل مره استخدمي واحد، وبيبقى بيتقفل هنا من بتاعه كده بلاستيك، فده بيخلي ان هو يقعد معاكي، ونسبه السيرم بتاعته حلوه. هاتي اللي بالفيتامين سي ده لو محتاجه بوست نضاره وانت بتشتغلي على التفتيح، وهاتي بقى اللي بالفحم لو انت بشرتك دهنيه. كلهم حلوين وكلهم لذاذ، ما بيحسسوش البشره، فمن الحاجات اللي انا بصراحه انصحكم بيها جدا. لو انت من الناس اللي عندها رؤوس سودا، بالفعل عندك رؤوس سودا، وقت ما انت حاطه الماسك بتاع بوبانا سيبي المنطقه بتاعه المناخير واستخدمي جارنيه اللي هو الساليسيليك اسيد، وابداي حطيه عند مناخيرك ووشك كله. خليه بوبانا عادي زي ما انت، بس هي دي اللي بنحط عليها جارنيه الساليسيليك اسيد. ده عشان الرؤوس السوداء بنحطه، هو حرفيا بنسيبه بنفرك كده شويه بيشيل الجلد الميت، وهو عشان فيه ساليسيليك اسيد بيشتغل على ان هو يدوب ويفور بقى منطقه الرؤوس السوداء. وسيبيه على بشرتك لمده دقيقتين 3 كده ولا حاجه، وافركي تاني بحيث ان هو يتحول لماسك كده وينشف، وبعد كده ابدأي اغسلي وشك كله مره واحده. البوبان حطيه ربع ساعه، ده حطيه يا ستي ربع ساعه مش هيعمل حاجه، بس لو بشرتك حساسه ممكن تتضايقي منه شويه، فاكتفي بيه مره واحده في الاسبوع، مش هنعمله اكتر من كده. طيب احنا اتكلمنا عن الخطوه اليوميه وهي الغسول، والخطوات الاسبوعيه وهي كل الحاجات اللي هي ايه اتكلمنا عليها دي. طيب هنعمل ايه بقى في الروتين بتاعنا اليومي؟ في نفس الايام اللي انت عملتي فيها الخطوات الاسبوعيه، هتطلعي وتحطي السوبر سيرم بتاع ترنديفا. ده عباره عن سيرم تقشير للبشره، فيه 6 احماض، فبيشتغل ان هو يقشر الجلد في نفس الوقت، حرفيا بيخلي بشرتك شبه الفلتر ده بجد. ده استخدميه من 2 ل 3 في الاسبوع، تمام. لو بشرتك حساسه اكتفي بيه مره واحده.
لو حسيتي الدنيا تمام استخدميه مرتين، لو حسيتي الدنيا تمام قوي استخدميه التلاته زي كل الناس. ده اللي هيعمل اكبر خطوه واكبر عامل، وهو ان هو يحسن من شكل البشره، يحسن من ملمسها. لو انت عندك اثار حبوب، عندك تصبغات، هيسرع شويه من الشغل بتاع الروتين نفسه. اللي هتحطيه يوميا السيرم بتاع نورش بريتش. يعني في الايام اللي انت هتحطي فيها السوبر سيرم اكتفي بالسوبر سيرم بس. الايام اللي انت مش هتحطي فيها السوبر سيرم هتستخدمي النورش بريتش. والنورش بريتش ده سيرم للتجاعيد. لو انت من الناس اللي عندها خطوط، في ريتينويد هنستخدمه على رقبتنا وهنستخدمه على وشنا، هو تقيل شويه. حتى لو بشرتك دهنيه اوكي استخدميه برده، وهقولك هنعمل ايه عشان نظبط موضوع ان هو تقيل شويه ده. بصوا اصلا قوامه عامل ازاي من جوه. السيرم ده هيخلي ان انت لو عندك اي نوع من التجاعيد، عندك خطوط، بشرتك محتاجه تقشير كده على خفيف اللي هو هيكمل الشغل، السوبر سيرم هيدي الفرق ده. مناسب عادي للبشرات الحساسه، مفيهوش اي مشكله، ومن الحاجات اللذيذه. بعد كده هتستخدمي لو انت بشرتك دهنيه الكامي سيلك، هتستخدمي ده في ماده النياسياميد وهو جل تماما. فمع السيرمز التقيله اللي احنا حاطينها هيظبط الدنيا ويخلي ان بشرتنا تقلب مات، وفي نفس الوقت هيدينا الترطيب اللي احنا عايزينه. لو انت بشرتك جافه او اي نوع بشره ثانيه غير الدهنيه والمختلطه مايله للدهنيه، هاتي الانفينيتي بانثينول كريم، بيرطب حلو قوي، طبي، فرقيق جدا على البشره، هيظبط معاكي الدنيا. لو انت من النوع اللي خايفه على بشرتك انها تبقى حساسه وخطوات التقشير اللي احنا عملناها خايفه منها، خلي عندك كريم سيكا بتاع شان احتياطي في البيت. احنا مش هنحتاجه باذن الله، بس هو كده كده انا من انصار ان السيكا لازم تبقى في البيت عشان لو احتاجناها عموما. فلو حصل لك التهاب، حصل لك حساسيه، احتياطي خليه معاكي، عشان هو حرفيا بيهدي الحساسيه في ظرف يومين 3 بالكتير. لان احنا برضو فتره عيد وبتاع، ولو في حاجه من الحاجات دي لسه جديده اول مره تستخدميها ما تعملكيش مشاكل، وان كيس حصل مشاكل نعرف نلحقها. الشفايف بقى عايزاكم تواظبوا على السيلت ليب بالم، لانها تحفه، فيها هيلورونيك اسيد. هي مش بتعالج يعني لو انت عندك خطوط، ولكن هي بتملى شكل الخطوط طول ما انت بتستخدميها. ده الحلو اللي فيها، كميتها كبيره جدا، طعمها وريحتها لذاذ قوي. فدي من الحاجات اللي انا انصحكم ان انتوا تلتزموا عليها صبح وليل، بالذات بالليل لانها فعلا حلوه. لو يوم انت خارجه الصبح هتغسلي وشك عادي وتحطي السان سكرين الالتسوا ده اللي هو الهايدريتنج ديلي سان سكرين، الفينش بتاعه ديلي تاتش. استخدميه ايا كان ايه نوع بشرتك، مش فارق معايا خالص لان هو فعلا حلو، البشره بتتشربه وفي نفس الوقت بيديني نسبه الترطيب الكويسه اللي انا محتاجاها، ينفع بمكياج او من غير. الروتين ده باذن الله لو مشيتي عليه من هنا لحد العيد، لو مش هتشوفي نتيجه 100% هتشوفي نتيجه 50%، باذن الله هتشوفي نتيجه حلوه وبشرتك هتبقى جاهزه للعيد. فكل سنه وكلكم طيبين، واشوفكم الفيديو الجاي.